السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله عندنا قصة جميلة، وهي قصة وحكمة إمبراطور القديم لليابان. يحكى أن كان هناك إمبراطور قديما في اليابان يقوم بإلقاء القطعة النقدية قبل كل الحرب، فإذا جاءت بالصورة حقة الملك قال بننتصر، وإذا جاءت غير ذلك قال اليوم ما بننتصر. لكن العجيب في الأمر إنه كل ما رجم كانت تجي على صورة الملك، وقال ويقوم الجيش متحمسين ويقولون بننتصر، وفعلا ينتصرون، لأنهم يدخلون في الحرب على أنهم بينتصرون وفعلا ينتصرون. هذا الملك أو إمبراطورة ما انهزم في حياته كله، كل ما دخل في الحرب يفوز. فجاله الوفاة، ودخل قبل الوفاة دخل عنده الولد حقه قال يا والدي أبغى أختلع لنفس النقدية اللي عندك، أبغاك تعطيني إياها عشان أواصل الانتصار فيما بعد. فطلع له من الجيب وأعطاه له. العجيب في الأمر إنه صورتين كلها الملك، الوجهين، الوجه هذا فيها ملك والوجه الثاني فيها ملك، نفس الصورة، يعني لو بتوقع على الملك، على صورة الملك. فاستغرب الولد، قال يا والدي أنا هل أقول والدي كان يخدع الناس، خدعكم بهذه العملة؟ إيش أقول لهم؟ قال يا ولدي أنا ما خدعت أحد، أنت إذا دخلت في الحرب لك خيارين: خيار النصر، الخيار الأول، والخيار الثاني النصر. يعني لو دخلت في الحرب لابد إنك تقول بأنتصر، فإذا تقول بأنتصر فبتنتصر. العبرة من القصة يعني لا نتغلب على هموم الحياة بالحذر، ولكن بالثقة بالله وإرادة النفس. فما تخاف منه أنت، ما تخاف منه بيقع، ما تخاف منه بيقع. يعني حدث نفسك بالنجاح، فإذا حدثت نفسك بالنجاح إن شاء الله بتنجح. أما إذا حدثت نفسك بالفشل بتفشل. فأنت دائما أبدا إذا دخلت في الأمر في أي شيء خليك إيجابي، وتقول إن شاء الله ما أنجح أو بأنتصر فجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. إن شاء الله إنه بنجيب لكم قصص جديدة، فتابعونا. بارك الله فيكم.